بنكمل حكايتنا في الجزء الثاني وبنشوف روبرت في قطار متجه لاسطنبول، وبيكون متنكر في زي راجل شرقي مسلم، وبنشوف راجل لابس بدلة سودا على الكرسي اللي جنبه بيغطي بنته الصغيرة، وبيقوم يروح عربية تانية، وبيكون روبرت عينه عليه وبيقوم وراه. بيخش العربية وبيشوف الراجل قاعد مع 3 أشخاص، وبيروح روبرت ناحية النادل علشان يطلب حاجة يشربها، فبيقول له النادل ان العربية دي مقفولة علشان يخرج روبرت، لكن الراجل اللي ببدلة بيقول له يدي روبرت اللي هو عايزه ويقوم يرحب بيه علشان عرف انه امريكي، وبيقول له لو بتدور على اي حاجة في تركيا انا هساعدك. فبيقول له روبرت وهو بيصب الشاي انه بيدور على راجل خطف بنته من طليقته الامريكية لغرض انه يعاقبها، مش عشان بيحب بنته، وبيكون يقصده هو. فالراجل بيرد عليه وبيقول له منصحكش تدور عليها علشان هيكون خطر جدا على حياتك، وبيفهم ان روبرت هنا علشان ياخد منه البنت علشان يرجعها لأمها. روبرت بيقول له انا هديك فرصة اخيرة ترجع البنت من غير مشاكل، لكن الراجل رفض، وبيقوم يقعد في اخر العربية وبيشاور للناس اللي معاه يتخلصوا منه، وبيبدأ يقتلهم واحد ورا التاني ورا التالت بكل سهولة وفي الوقت اللي ظبطه. بيروح بعد كده لأبو البنت وبيقعد قدامه وبيقول له ان الألم اللي هيحس بيه دلوقتي كفيل يغير حياته للأبد. وبنسمع صرخات الراجل من بره القطر، وبيرجع روبرت بالبنت وبيرجعها لأمها. بعدها روبرت بيواصل حياته بشكل طبيعي، وبنشوف انه اشتغل في شركة سيارات أجرة، وبيكون ودود مع الزباين اللي بيركبوا معاه. وبنشوف سام الراجل العجوز اللي عنده زهايمر، وبيحاسبه بعملات معدنية ظنا منه ان دي فلوس كتير. وبيقابل روبرت اشكال كتيرة من الناس طول اليوم. وبيرجع روبرت البيت وبنلاقي ان علاقته حلوة جدا بجيرانه. بنشوف روبرت وحيد في بيته بعد موت فيفان مراته وعنده احساس بالوحدة. بنروح بعدها لبلجيكا، تحديدا مدينة بروكسل، لشخص اسمه كالبرت، وهو راجع بيته علشان يتعشى مع مراته اللي مستنياها على السفرة، لكن بيتفاجئ بعصابة مكونة من 3 أشخاص، وواحد منهم قتل مراته قدامه، وواحد منهم بيحط المسدس في ايده علشان لما يقتلوه يبان انه قتل مراته وانتحر. ولما كالبرت سأله بتعمل كده ليه؟ قال له انه مجرد شغل وان اسمه مكتوب على ورقة والمفروض يخلص منه مش اكتر، وبيقتله بعدها. روبرت بعدها بيكون واقف بيختار كتاب من المكتبة، وبيكون البنت اللي رجعها لأمها قاعدة هناك، وأمها بتكون صاحبة المكتبة، وبيطلب منها روبرت تفضل ساكتة وما تقولش حاجة عن اللي حصل، لأنه بيكون عمل الخدمة دي لأمها من غير ما تعرف. وبيطمن بعدها إنهم بخير وبيمشي. بيكون روبرت بعدها في شغله في العربية، وبيجيله طلب توصيل، ولما بيوصل بنشوف واحد ساند بنت بيوصلها للعربية وبيساعدها تركب، وبيدي روبرت فلوس وبيمشي. وبيلاحظ روبرت ان البنت تم الاعتداء عليها، وبيوصلها وبيرجع المكان اللي اخدها منه، وبيفتح له شاب وبيقول له روبرت انه وصل صديقته. فبيقول له الشاب انها مش صديقته، وانها كانت متدربة في الشركة عنده. فروبرت بيقول له ان بطاقة الائتمان اللي حاسبها بيها اترفضت من البنك، فبيديله الشاب بطاقة تانية وبيقول له خد اكرامية حلوة ليك. فروبرت بيقول له انه وصل البنت اللي اعتدوا عليها للمستشفى، وبيطلب منه اي تليفونات او اي كاميرات استخدموها في تسجيل اللي عملوه فيها. فبيروح الشاب ده يقفل الباب علشان يضربه روبرت، فبيعاين روبرت المكان وبيدرس الموقف وبيظبط ساعته، وبيضربهم كلهم وبيصيبهم إصابات قوية عقابا ليهم علشان اللي عملوه. وبيروح للشاب اللي وصل البنت وكان مرعوب من روبرت، وبيطلب منه انه يبلغ الشرطة عن اللي عملوه في البنت، وبيقول له انه فلوس ابوك مش هتنفعك في الموقف ده، وبيكسر له صوابعه. بيرجع بيته وبيشوف صديقته المقربة سوزان في انتظاره وبيتعشوا سوا، وروبرت بيحكي لها عن وحدته وعن تأثير غياب مراته، وبتواسيه سوزان وبتمشي بعد ما بيخلصوا أكل وكلام. تاني يوم بيتضايق روبرت لما بيقابل فاطمة جارته، وبيشوف ان في حد عنصري خرب لها الجنينة الصغيرة بتاعتها وكتب عبارات عنصرية على الحيطة. بيبدأ روبرت يمسح العبارات دي، وبيقابل جاره ماليز اللي بيدرس فنون جميلة، وبيطلب منه روبرت يعمل المهمة دي عنه مقابل مبلغ مالي. فبيوافق روبرت بس بشرط انه يعمل كده بعد مواعيد الدراسة بتاعته. وبنعرف بعدها ان سوزان بتحقق في مقتل الزوجين في بلجيكا، لان كالبرت اللي اتقتل كان بيشتغل في نفس الوكالة اللي بتشتغل فيها سوزان، وبتطلب انها تعاين مسرح الجريمة بنفسها، وبتسأل ديف صديقها لو حابب يجي معاها وبيوافق. وبنشوف روبرت قاعد مع سام الراجل اللي بيوصله باستمرار، وبيحكي له سام انه كان ليه اخت رسامة اسمها ماجدة،
وكانت رسمة لوحة جميلة جدا، لكن بعد الحرب انفصل عن أخته وفضل بعيد عنها 60 سنة، وبعدها شاف شخص بيبيع اللوحة دي في مزاد في باريس ب$12 مليون، وبيحاول بالصور اللي معاه دي يثبت ان اللوحة ملك أخته. روبرت بالليل بيكون بيتعشى مع سوزان وجوزها براين قبل ما تسافر بلجيكا، وبيطلب منها تتحرى عن موضوع أخت سام وتعرف الحقيقة. وبتوصل سوزان لمسرح قتل الزوجين هي وديف، وبتعاين المكان وبتمشي بعدها، وبتكون عرفت معلومات برضو عن أخت سام واللوحة بتاعتها، وبتكلم روبرت وبتقول له إنها هتبعت له كل المعلومات دي، وبتطلب من ديف بعدها إنه يتحرى أكتر عن جريمة الزوجين. وبتركب الأسانسير مع ديف وبتسيبه بعدها علشان تروح أوضتها، وقبل ما تفتح الباب بنشوف 2 شباب كانوا معاها في الأسانسير بيزقوها لجوه الأوضة وبيضربوها، وبيطلبوا تطلع كل الفلوس اللي معاها. بتقاومهم سوزان وبتطعن واحد منهم في رجله، والتاني بتضربه بتمثال في وشه، بس بيقوموا وبيقفلوا الباب عليهم. بنروح بعدها لروبرت وهو قاعد مع مايلز اللي بيكون مسح العبارات العنصرية اللي على الحيطة، بس بيجيله تليفون من براين جوز سوزان وبيبلغه بوفاتها، وبيمشي روبرت وهو مصدوم وبيروح لبراين علشان يعزيه. بنروح بعدها لبلجيكا من تاني وبنشوف الأشخاص اللي قتلوا سوزان مع بعض، وموبايل واحد فيهم بيرن، ولما بيرد بتنفجر قنبلة في الدور وبتموتهم كلهم. وبنعرف ان اللي اتخلص منهم هم نفس الأشخاص اللي قتلوا كالبرت ومراته. بنشوف روبرت في بيته بيراجع كاميرات المراقبة في المكان اللي اتقتلت فيه سوزان، وبيحلل كل التفاصيل. وبيروح لديف اللي كان فاكر ان روبرت مات اثناء عملية معاه زمان، وبيتكلموا مع بعض عن ماضيهم، بس روبرت بيقول له انه راجع كل الكاميرات في مكان الحادثة، وان اللي قتلوا سوزان كانوا عارفين اوضتها كويس وداسوا على نفس رقم الدور بتاعها في الاسانسير، وان الطعنة اللي ماتت بيها سوزان من شخص محترف. وبيقول لديف ان موت سوزان مش صدفة، فبيقول له ديف انهم لقوا الاشخاص اللي قتلوها مقتولين في شقتهم بسبب انفجار قوي، وبيقول له انه معاه مهما حصل علشان يوصلوا للي قتل سوزان. وبيرجع البيت وبيراجع تفاصيل مقتل كالبرت ومراته، وبيتخيل مسرح الجريمة كأنه كان موجود، وبعد ما خلص بقى متأكد ان في حد ورا اغتيال كالبرت ومراته. وبيتصل بديف وبيقول له ان اللي قتل كالبرت شخص بيستخدم ايده الشمال، مع ان كالبرت كان ايمن، وان اللي قتل سوزان كان عارف انها قربت تعرف مين قتل كالبرت ومراته، وعشان كده اتخلص منها. بيشوف روبرت ان جاره مايلز بقاله فترة مش بيشتغل على اللوحة، وبيعرف ان عصابات المخدرات لعبت في تفكيره وانضم ليهم، فبيروح روبرت لمكانهم وبيبدأ يضربهم لحد ما بيدخل الأوضة اللي موجود فيها مايلز مع العصابة، وبيسمعهم روبرت بيطلبوا منه ينفذ عملية قتل، لكن روبرت بيخش يهددهم بالمسدس، وبياخد مايلز معاه بره وبيحذرهم يقربوا له تاني. ولما روبرت بيقول له انا افتكرتك رسام، بيقول له مايلز ان الرسم عمره ما هيخليه غني. بيتعصب روبرت عليه لانه عارف ان اللي بيعمله مايلز ده كان هيضيعه، وبيقنعه يرجع لحياته من تاني. وبيرجع بعدها مايلز البيت لروبرت اللي بيديله كتاب يقراه، وبيعتذر له مايلز عن اللي عمله. وبيكون روبرت في شغله تاني يوم بيوصل شخص المفروض انه عايز يروح المطار، لكن روبرت بيشك انه قاتل مأجور مبعوث علشان يخلص عليه، واتأكد من كده لما فوت دخلة المطار والراجل ما أخدش باله وكان مركز انه يقتل روبرت. لكن بيقدر روبرت يتخلص منه وبياخد الموبايل بتاعه علشان يعرف شغال لحساب مين. وبيروح بعدها لبيت صديقه ديف اللي بيكون قاعد مع بنته. مرات ديف بتستقبل روبرت وبتقول لديف صاحبك من ايام الجيش كان مستني بقاله فترة على الباب، وروبرت بيقول لها انه كان القائد بتاعه لمدة 7 سنين، وبيعرفوه على اولادهم. وبيقعد مع ديف وبيقول له ان في شخص حاول يقتله امبارح، فبيقلق ديف وبيقول له انه هيحقق في الموضوع ده بنفسه، لكن بيتفاجئ ان روبرت بيرن عليه من موبايل الراجل اللي حاول يقتله، وبنفهم ان ديف هو اللي بعت الراجل علشان يقتل روبرت. ولما سأله روبرت ليه عملت كده، قال له ان بعد اختفائك الحكومة انهت خدمته هو والمجموعة اللي معاه، وبعدها بدأوا ينفذوا مجموعة اغتيالات بمقابل مادي كبير، وانهم اللي قتلوا كالبرت ومراته لكن ما كانوش يعرفوا انه شغال في الوكالة اللي شغالة فيها سوزان. وطبعا ديف هو اللي قتل سوزان بعد ما فشل الناس اللي بعتهم ليها، لانه عارف كويس انها الوحيدة اللي ممكن تكشفه. وبيبدأ بعدها يقول لروبرت مفيش حاجة اسمها خير وشر، وان الحكومة دربتهم انهم يقتلوا وبعدين رموهم زي اي موظفين طلعوا على المعاش، لكن روبرت بيقول له انه لازم يدفع ثمن افعاله. وبيخرج بعدها ديف هو وروبرت علشان يخليه يقابل اعضاء فريق الاغتيالات اللي كان القائد بتاعهم اثناء خدمته في الجيش. وروبرت بيقول لهم انه مش فارق معاهم هم بقوا ايه او كانوا مين زمان، اللي فارق معاه انهم قتلوا اعز اصدقائه ودي اكبر غلطة.
وإن باللي عملوه ده هيضطر يقتلهم كلهم ومفيش حاجة أو مخلوق يقدر يمنعه. وبيطلب روبرت من مرات ديف إنها توصله في طريقها مع الأطفال، وده علشان يأمن نفسه من غدر ديف ورجالته. بيروح ديف وعصابته لبيت سوزان علشان يقتلوا براين جوزها، لكن روبرت بيكون سبقهم وخد براين معاه لبيت آمن. وبنشوف مايلز في شقة روبرت بيدهن له الحيطة بتاعته، لكن ديف بيكون وصل لبيت روبرت وروبرت بيكون مع مايلز على التليفون وما بيلحقش يخليه يهرب. مايلز بيحس ان في حد دخل البيت وروبرت طلب منه يدخل يستخبى في أوضة سرية روبرت عملها داخل أوضة النوم، وبتفتح عن طريق زرار مخفي وسط كتاب في المكتبة. وبيكون روبرت بيراقب الوضع خلال كاميرات في البيت متوصلة بموبايله. بنشوف ديف ورجالته دخلوا الشقة وبيدوروا على روبرت، ومايلز بيكون مستخبي في الغرفة السرية وبيشوف واحد منهم بيبص عليه من ورا الإزاز. بس روبرت بيطمن مايلز ان الإزاز ده عاكس للضوء وانه يقدر يشوفهم من جوه لكن اللي بره مش بيشوفه. وبيبص ديف على المراية من قريب، وقبل ما يضرب رصاصة على الإزاز كنوع من أنواع التأمين بيرن عليه روبرت علشان يعرفه إنه بره البيت وينقذ مايلز، وبيقول له أنت عارف هتلاقيني فين. وبيخرج ديف بعدها من البيت، ولما مايلز بيتأكد إنهم مشيوا بيروح على باب الشقة وبيفتحه علشان يمشي، لكن بيكون ديف مستنيه بره وبياخده معاه. روبرت بيكون في طريقه للمدينة اللي كان عايش فيها مع فيفيان مراته، وبيكون في عاصفة قوية وبيتم إخلاء السكان، وبيبقى ديف عارف المدينة كويس وبياخد عصابته معاه وبيوصلوا علشان يقتحموا بيت روبرت القديم، لكن ما بيلاقوش حد. وديف بعدها بيطلع برج عالي علشان يكشف المكان كله ويبدأ رجالته يدوروا على روبرت في كل مكان، لكن روبرت كان متخفي وبيبدأ يخلص عليهم واحد ورا التاني. وبنشوف مهارات ديف العالية بالرغم من تفوق ديف ورجالته عليه في نوع الأسلحة، إلا إن روبرت خلص عليهم كلهم. وبيكون ديف فوق البرج وبيقول له روبرت في اللاسلكي إنه تخلص من فريقه بالكامل. وكان ديف حابس مايلز في شنطة العربية وبدأ يضرب عليها رصاص علشان يجبر روبرت إنه يظهر نفسه، لكن روبرت كان تسلل أصلا للبرج وضرب ديف وخلصه من سلاحه. وبعد قتال قوي بينهم الاتنين بيقدر روبرت انه يقتل ديف عن طريق طعنه بنفس الطريقه اللي طعن بيها سوزان، وبيرميه من فوق البرج. وبينزل يخرج مايلز من شنطه العربيه اللي بيكون اتصاب برصاصه في رجله من طلقه ديف اللي ضربها على العربيه، لكن روبرت بياخده البيت وبيعالجه. بنشوف مايلز مصدوم لما شاف ان روبرت مش شخص عادي. بعد فتره بيرجع مايلز لدراسته وكان قاعد في اتوبيس المدرسه بيرسم، وبتساله واحده معاه بترسم ايه، فبيقول لها انه بيرسم بطل خارق، وبتكون اوصافه كلها مستوحاة من شخصية روبرت اللي شافها معاه. وبننبهر انه خلص اللوحة الجميلة اللي رسمها لفاطمة على حيطة المبنى اللي عايشين فيه. وبسبب المعلومات اللي سوزان وفرتها عن لوحة اخت سام بيتقابلوا بعد غياب 60 سنة، وبيكون روبرت هو السبب الرئيسي في تغيير حياة الناس دي كلها. وبكده يكون خلص فيلمنا النهاردة. بنتمنى يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير للفيديو، وما تنسوش كمان تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، وتكتبوا لنا في الكومنتات ايه الفيلم اللي حابين نقدمه المرة الجاية.